السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. إن شاء الله يا رب تكونوا بخير كلكم. حبيت أبتدي بس الفيديو دوت، أقول جزاكم الله خير. أشكركم جدا جدا على الاشتراك والمتابعة والكومنتس، تفاعلكم وأسئلتكم. أشكركم جدا. ناس كتير قوي عماله تبعت لي وتسالني ويعملوا سبسكرايب عندي. اتشرفت بيكم كلكم، اخواتي كلكم. اهلا بيكم. يا رب اقدر اجاوب على اسئلتكم واشارككم اي حاجه مفيده او تطلعوا باي معلومه حابين تعرفوها. الفيديو دوت هتكلم يعني ان جنرال كده على التعليم في المدارس الحكوميه في البابليك سكولز. الفيديو اللي فات اتكلمت عن الدي كيرز، فحبيت برضو اديكم فكره عن نظام التعليم هنا، الابتدائي والثانوي بيمشي ازاي يعني. وكمان اوضح حكايه انه التعليم مجاني لكل الطلبه يعني في مدارس البابليك من اول كيندر جاردن لحد جريد 12، او هنا في كيباك لحد سيك 5. فهشرح لكم كده ان جنرال. انا طبعا معايا ورقه، عملت لنفسي نقاط كده رف عشان احاول اكفر certain points يعني، وما اكيد هرغي، انا رغايه شويه، فلو وقفت عند نقطه ودخلت فيها في تفاصيل شويه اوكي، لو لقيتها يعني في محتاجه تفاصيل غير كده هشرح ان جنرال كده فكره عموميه عن التعليم ازاي. ولو حد عنده سؤال سبيسيفيك عن حاجه معينه طبعا اكتبوا لي، وباذن الله انا بحاول ارد على فردا بيسالني اي سؤال. ولو حد سالني اكشلي بالمناسبه، لو حد سالني سؤال وانا عملت له مثلا هارت او ثامز اب او قلت له هرد عليك في فيديو، انا باذن الله بدات اسجل اسئله اللي حاسه ان انا محتاجه اتكلم فيها شويه، يعني ما اقدرش اكتب اجابه لكومنت سطرين ثلاثه، محتاجه احكي شويه. فبدات اخد نوت بالكام سؤال دولت وهعمل لهم فيديو كمان، عشان لو حد بيدور على نفس الاسئله يمكن يلاقي اجابته تبقى كلها في مكان واحد يعني. نبتدي بقى بسم الله. اول حاجه التعليم في كندا مجانا. انا هفوكس بس على هو ان جنرال في كندا كله من مجانا من كيندر جاردن لحد جريد 12 زي ما قلت في كل انحاء كندا، ما عدا وفي كيباك اسمهم سيك 5 لانهم عندهم لغايه جريد 11 بس اللي هو سيك 5. بس انا الفوكس بتاعي الديتيلز اللي انا هتكلم فيها من الاكسبيرينس بتاعي، لان انا ولادي في المدارس الانجليش. انا هتكلم عن الببليك سكولز، the English public schools in Quebec. الفرنش هيبقوا very similar مع اختلاف اللغه، لكن انا ما اشتغلتش في الفرنساوي وولادي ما دخلوش الفرنساوي، فالبيرسونال اكسبيرينس بتاعتي عن الببليك سيكتور. كمان الجريدز والحاجات ديت هتلاقوها نفس الحاجه، يعني جريد 1 جريد 2 جريد 3 كل الحاجات ديت نفس الحاجه في المدارس البرايفت. بس انا ولا اشتغلت في برايفت ولا ولادي دخلوا في برايفت، فما عنديش خبره في ده بالظبط يعني. فالكلام اللي انا هحكيه النهارده جست خليه في بالكم ان ده الببليك سكول سيستم. اول حاجه اول جريد اسمه كيندر جاردن، اللي هم الولاد اللي عندهم 5 سنين. بقى لهم 2 أو 3 عملوا حاجه اسمها بري كي. ممكن الاولاد اللي عندهم 4 سنين يبتدوا مدرسه. ففي مدارس معينه فيها بري كي، مش موجود في كل المدارس، وبتبقى الاماكن محدوده وبالحجز اكشولي. البري كي دوت اللي هو من سن 4 سنين، وطبعا كيندر جاردن اللي هو 5 سنين. بعد كده الاليمنتري سكول متقسمه ل 3 سايكلز. سايكل 1 جريد 1 and 2، سايكل 2 جريد 3 and 4، وسايكل 3 جريد 5 and 6. هو متقسم كده سايكلز. فهو الاليمنتري سكول اللي هو المدرسه الابتدائي بتبقى من اول بري كي لحد جريد 6، او من اول كي لحد جريد 6، او المدرسه ما فيهاش بري كي. غالبا انا كل اللي قابلته هنا في كيباك الميدل سكول اللي هي جريد 7 و8، او في كيباك اسمهم سيك 1 وسيك 2، بتبقى مدرسه لوحدها اسمها ميدل سكول. وفي مدارس بتبقى كلها على بعضها من اول سيك 1 لحد سيك 5 اللي هم جريد 7 8 9 10 and 11 بيبقوا في نفس المدرسه. بس في الانجليش سيكتور قسمنهم الميدل سكول جريد 7 و8، وبعد كده الهاي سكول اللي هي جريد سيك 3 و4 و5 اللي هم 9 10 and 11 جريد 9 and 10 and 11. التعليم بقى مجاني في كندا، هو فعلا مجاني، بس كلمة مجاني عايزة اوضحها انه هو فري فعلا، مش بتدفع حق الاديوكيشن، بس انت مش ودي ابنك المدرسة وما بتدفعش ولا دولار. نو، في اكسبنسز هي بسيطة طبعا، بسيطة جدا اكشولي، بس في اكسبنسز عليك. انت بتدفع حق الورك بوكس، بتدفع حق السوبرفيجن. السوبرفيجن اللي اقصده مش السوبرفيجن بتاع المدرسات مثلا، زي ما انا اروح اشتغل مثلا في يوم وعندي سوبرفيجن في الريسس هيدفع، لا ده مرتب المدرسه. السوبرفيجن بيبقى وقت اللانش اور، لان اللانش اور ده وقت راحه المدرسين كلهم والاداره والاداره يعني في المدرسه اللي هم الاوفيس يعني.
ففي ناس بيجوا من بره شغلتهم السوبرفايزرز دولت ان هم يجوا يقعدوا مع الاولاد وقت اللانش وهم بياكلوا، وبعد كده يطلعوهم اللي هي الريسس بتاعه اللانش، بتبقى نص ساعه غدا ونص ساعه بره غالبا يعني في معظم المدارس. انتوا كاهل بتدفعوا ثمن السوبرفيجن دوت، بتبقى حاجه بسيطه يعني بتوين من 60 ل 100 دولار في السنه كلها. الورك بوكس نفس الحاجه. فهتلاقي نفسك في خلال السنه كلها ما بين السوبرفيجن، ما بين الماتيريال اللي هم يشرجوك الاولاد لو عندهم ماتيريال مثلا، مش ماتيريال يعني سكول سبلايز، لا انت اللي بتجيب اقلام، وانت اللي بتجيب لو مدرسه محتاجه كراسات او حاجات زي كده انت اللي بتجيب ده. بتكلم على ماتيريال يعني مثلا لحفلات او حاجه زي كده like general stuff. يعني زي اجنده مثلا، الاجنده بتاعت السنه انت اللي بتدفع لها، ببص بس في الورقه للنوتس. السوبرفيجن انت اللي بتدفعه. و anyway in total من اول elementary school لحد high school اللي انا اولادي فيها expect ان انت تدفع somewhere من 250 ل 450 دولار في السنه كلها. anywhere between الاثنين دول على حسب المدرسه، على حسب البروجرام. لان هشرح في الهاي سكول دلوقتي ان في بروجرامز لها فلوس، لها فيز شويه. ايه تاني؟ لو حد مثلا ما معهوش مثلا 250 او 450 مره واحده، ممكن هم يقسموا لك دوت على قسطين او على 3 على حسب ظروف الاهل. الموضوع فلكسبل يعني. كنت حابه بس اوضح حكايه الفري ديت. بعد كده بقى بعد ما الطفل يخلص الالمنتري سكول سايكل 1 سايكل 2 سايكل 3 اللي هم من جريد 1 لحد جريد 6، بيدخل بقى على الميدل سكول او الهاي سكول. الهاي سكول هنا بقى هي فيها تخصصات. يعني الالمنتري سكول فيها كل المواد، كل الطلبه بتاخد نفس المنهج، كل الطلبه بتدرس نفس الحاجه بالظبط. اللي هم بيبقوا ايه المواد؟ بيبقوا سوري هرجع تاني. بيبقوا ماث، ساينس، انجلش، وفرنش، وسوشيال ستاديز، وارت. وفي مدارس لو عندها الفندز بتدي ميوزك، وفي مدارس لو عندها الفندز بتعمل اكسترا كوريكولرز وحاجات زي كده. هشرح لكم سنه حكايه الفندز ديت. بس ان جنرال اللي انا قلته لكم هي دي المواد اللي بتدرس. الغالبيه بيبقى لان الالمنتري اديوكيشن هنا هو سبيشاليزيشن، فالهوم روم تيتشر مدرسه الفصل بتكون بتدرس كل المواد، مش كلها بيبقوا 4 مواد اللي الهوم روم بتدرسهم: الماث والساينس والانجلش والسوشيال ستاديز او ERC هنا في كيبك اسمه ethics and religious culture. دول ال4 مواد اللي مدرسه الفصل. الهوم روم ما بتدرسش اللغه الثانيه اللي هي الفرنش، وما بتدرسش الارت او الميوزك، دول بيبقى حد سبيشاليزد في الارت او في الميوزك. بس الباقي بيبقى هم الهوم روم عندها، والطلبه بيبقى لهم الفصل بتاعهم، قاعدين في الفصل بتاعهم، والمدرسه بقى معاهم، ما بيغيروش الفصل الا مثلا لو عندهم حصه ميوزك بيروحوا الميوزك. عندهم الفيزيكال اديوكيشن تيتشر، دي برضو تخصص تاني، هم اللي بيروحوا مثلا الجيم، عشان ففي حصه او حصتين في اليوم بيخرجوا من الفصل للجيم او للميوزك او للارت whatever اللي عندهم حاجه زي كده يعني. غير كده هم قاعدين في الفصل بتاعهم، حاجتهم في مكانهم، الديسك بتاعهم في مكانهم، ما بيتغيرش طول السنه، والمدرسه هي. نيجي للهاي سكول بقى. وقت ما يبتدوا يدخلوا السكندري اللي هو جريد 7 and 8 اللي هي الميدل سكول، بيختاروا بقى سبيشاليزيشن. السبيشاليزيشن دوت ممكن يكون حسب رغبه الطالب واهله، بس في كونسنتريشنز او سبيشاليزيشنز بتعتمد شويه على الجريدز بتاعتهم في جريد 5 and 6. فانا مثلا ولادي في ساينس كونسنتريشن دوت بياخدوا حصص زياده من الساينس، وهم اما بيدخلوا الهاي سكول يعني بياخدوا الجنرال ساينس اللي كل الناس بتاخده، لان الساينس اجباري والماث اجباري. بس في برنامج كونسنتريشن ساينس دوت مش ببلاش، دوت له اكسترا فيه $200. فشوفوا بقى البيسك فيز اللي هي الادمنستريشن فيز والورك بوكس والسوبرفيجن، ضيف عليهم للكونسنتريشن بروجرامز بتدفع لك حوالي $200 زياده. برضو مش هتزيد عن 450 اللي انا قلته دوت انكلودز اللي هو 250 ل 450 انكلودز الكونسنتريشن. الهاي سكول بقى فيها different concentrations. في هنا sports concentration بيقولوا عليه sporitude. لو طفل مثلا يعني عايز يفوكس على الرياضه وبيلعب رياضه، ممكن يعني بيعملوا له تخصص في الرياضه ديت. ده بيختلف من مدرسه لمدرسه. يعني انا في المدرسه اللي ولادي فيها عندهم باسكتبول كونسنتريشن، عندهم هوكي كونسنتريشن، وحاجه اسمها فلاج فوتبول. في مدارس تانية يكون عندهم تنس مثلا وهوكي وهكذا. يعني تعتبر كيترينج للمنطقه اللي هم فيها او للموست بوبولار للكوميونتي اللي هم وسطها يعني. في concentration art، لو طلبه مثلا عايزين يتميزوا في الارت concentration art بياخدوا حصص زياده من الماده ديت basically الكونسنتريشن. so في art، في concentration science، في concentration sports، في concentration انا قلت art، في concentration music كمان، في music. دول اللي انا فاكراهم دلوقتي. غير كده لو واحد مش عايز اي concentration
بيدخل الجنرال بروجرام عادي خالص، بيدرس كل المواد زي elementary school بالظبط، بس لازم يختار ماده من المواد الفنيه اللي هي يا ارت يا ميوزك يا دراما. لما بيدخلوا هاي سكول لازم ياخدوا حاجه من اللي هي المواهب دي، ولا ارتستيك يعني، لازم ياخدوا يا ارت اللي هو الرسم بواتيفر، انا ماليش في الارت صراحه، ويا ميوزك يا اما دراما، الناس اللي هم عايزين يعملوا الاكتنج والحاجات ديت، ويشتركوا بقى في سكول بلايز وفي ميوزيكلز وحاجات زي كده. ده بالنسبة للهاي سكول. هبص بس سريعا كده عشان اتأكد اني مش ناسية حاجة. أم... في بقى extra curriculars و extra activities، وولاد ممكن يشتركوا في سبورتس. يعني مثلا في الهاي سكول سي الطفل دوت في برنامج سوري، عايزه اقول على الكونسنتريشن انه دوت بيعتمد على درجاتك. لو انت داخل حاجه academically زي science concentration لازم درجاتك من جريد 5 and 6 تكون جايب اعتقد فوق ال 85% في الماده ديت علشان تقدر تدخل الكونسنتريشن دوت. وانت من ساك 1 عشان تدخل ساك 2 لازم تحافظ على الجريد دوت، انه يفضل نسبتك نسبه معينه، والا يخرجوك من البرنامج اللي هو الكونسنتريشن دوت. So grades matter في concentrations معينه او في specializations معينه. كنت هقول ايه تاني؟ اوكي سو هقول دلوقتي على الاكسترا كوريكولرز. يعني ممكن طفل في الجنرال بروجرام عادي او في كونسنتريشن او اي حاجه زي كده، المدرسه بتقدم اكتيفيتيز. يعني مثلا عايزين يعملوا باسكت بول تيم، بيعملوا تراي اوتس ويعملوا تيم ولاد وتيم بنات، وهكذا. مش شرط عشان انت ما دخلتش كونسنتريشن باسكت بول لو انت بتحب الباسكت بول ان انت مش هتلعبها، لا، بيعملوا تيم للمدرسه. وبعدين المدارس الهاي سكولز تعمل كومبيتيشنز ضد بعضها، بيكون البراكتس في الحاجات ديت غالبا بعد المدرسه. بيبقى حاجات كده بقى. يعني في ناس مثلا طلبه بيحبوا التشيس، بيعملوا لهم تشيس كلاب يتعلموا كده. في ميوزك، العيال اللي هم موهوبين في الميوزك بس مش داخلين ميوزك كونسنتريشن بيبقوا عاملين لهم فرصه ان هم يروحوا يتمرنوا. يعني في مش عارفه اسمها ايه، مش اللاب بتاع الميوزك بس هي زي اوضه يعني فيها كل الانسترومنتس والحاجات ديت، يقدروا يروحوا في اللانش بريك بتاعهم يتمرنوا ويعملوا المواهب بتاعتهم ديت. ففي اكسترا كوريكولر اكتيفيتيز في اثناء في الوقت الدراسي اللي هو مثلا بيروحوا وقت اللانش اور يعني، او بيكون في افتر سكول برضو. وطلبه كتير جدا جدا بيعملوا الحاجات ديت. يعني انا ولادي مشتركين، يعني بنتي بتلعب باسكت بول فبروح اوديها، بروح اجيبها من التمرين. يعني لما تبقى قاعده افتر سكول فمبقاش في اتوبيس فبروح اجيبها كده، يعني على حسب كل طالب حابب ايه. يعني different sports طبعا، في soccer، في football، في different kinds of clubs and activities for students to participate in. بس هم هنا بيحبوا الرياضه، فدايما دايما هتلاقي يعني sports مختلفه offered ان الطلبه يشتركوا فيها في التيم بتاع المدرسه او في البراكتس، او مجرد ان هي كلوب يمارسوا بس الرياضه ديت. ايه تاني؟ في اكسترا المدارس هنا بتعتمد على حاجه اسمها funding. طبعا دي مدارس حكوميه كلها funded by the government، بس ليهم budget الجفرمنت بتديه لهم. في مدارس هنا وادارات شاطرين جدا بانهم يعملوا حاجه اسمها فند ريزنج. والفند ريزنج دوت ان هم بيلموا تبرعات، من الكوميونتي اللي هم فيها، من البيرنتس اللي عندهم في المدرسه، وهكذا. والناس هنا في ناس يعني ده شغلهم ان هم يعملوا فند ريزنج ويلموا فلوس. في مدارس شاطره في الحاجات ديت وبتقدر تلم فلوس، بس الفلوس اللي بيلموها ديت بيعملوا بيها حاجات للستودنتس بتاعتهم. يعني مثلا في مدرسه من اللي انا بشتغل فيهم عاملين اسبوعيا كل الطلبه اللي في المدرسه عندهم حصه يوجا، بيعلموهم اليوجا. في مدرسه تانية رحتها جايبين سبيشالست كل اسبوع بتعمل مع كل فصل مره حاجه اسمها مايندفولنس. ده ظهر اللي هم السنتين ثلاثه اللي فاتوا دول بعد كوفيد، عشان المايندفولنس دوت زي براكتس يعني، اللي هي ان انت تدي ستريس يعني، وتساعد الولاد يعملوا كنترول على الانكزايتي بتاعهم او الدبريشن. والمدرسين كمان بيحضروا السيشنز ديت. وفي مدارس فيها ميوزك في ابتدائي وفي مدارس ما فيهاش، لان الميوزك مكلفه ان انت تجيب مدرسه ميوزك وتجيب انسترومنتس لطلبه، اتس فيري اكسبنسيف. فمش كل المدارس فيها الحاجات ديت، بتختلف من مدرسه لمدرسه حسب البادجت بتاع المدرسه والفند ريزنج في المدرسه ديت قادرين يجيبوا بيه ايه للطلبه يستفيدوا منه يعني. فانا شفت حاجات كتيره جدا في مدارس طبعا الطلبه اللي فيها يعني الاسياس بتاعهم مش عالي قوي، فهتلاقي الفوكس بتاع المدرسه او الفاندنج بتاع المدرسه ديت ان هم مثلا يقدموا للاولاد وجبات. هنا انت في ولادك لما بيدخلوا من اول كيندر جاردن لحد هاي سكول انت بتبعت اللانش بتاعهم بنفسك من البيت او السناكس. في مدارس في مناطق يعني على قدهم شويه اللي هو الاسياس اللي هو السوسيو ايكونوميك ستاتس،
بيكون الاطفال يعني اهاليهم على قد حالهم وكده، فما بيعملوا الاطفال دولت مثلا بريكفاست كل يوم. فحتى لو الطالب ده جاي اكل من بيتهم لازم هيجي في المدرسه هيلاقي something to eat. فالفانز بتاعتهم بيصرفوها على حاجات زي كده. ممكن يصرفوا الفانز بتاعتهم دخل الشتاء، في اطفال عندهم الشتاء هنا قارس جدا لان هم لازم الولاد يخرجوا بره، فما عندهمش مثلا proper winter gear، فيشتروا مثلا دفعه هاتس دفعه كوتس ويوزعوها على الطلبه ديت. فبتختلف من مدرسه لمدرسه، لكن الكونتنت حاجه واحده والدراسه حاجه واحده. just the activities والاكستراز مختلفه من مدرسه لمدرسه depending on the funding. بالنسبه بقى للهاي سكول، على حسب الكونسنتريشن بتختلف طالب بيدرس ايه عن ايه. فهو في جنرال بروجرام كل الطلبه بتدرسه، اللي داخل كونسنتريشن ساينس بيدرس زياده ساينس عنهم. في حاجه مثلا اسمها enriched math، enriched English، enriched French. فالطالب المتميز مثلا في الماث الستاندرد هيبقى سهل عليه، فبيقوم داخل الانريتش ده. الطالب مثلا اللي متميز في اللغه بياخد enriched اللغه ديت English او French. فده ملوش اكسترا كوست، بس لو انت ابنك شاطر يعني يقدر ياخد ادفانس شويه عن الطلبه التانيين. فلكم انت تخيلوا بقى مثلا كل الطلبه، في واحد بياخد مثلا concentration science وعنده enriched math وعنده enriched French بس بياخد regular English. فكل طالب كأنه جدوله مختلف شوية، عنده حاجات مشتركة مع زمايله بس عنده حاجات مختلفة. في الهاي سكول النظام ان المدرسة هي اللي عندها الفصل بتاعها، والجروبس او الفصول هي اللي بتجيلها الطلبة بيجولها. فالهاي سكول ستودنتس عندهم اللوكرز بتاعتهم فيها كل حاجتهم، البايندرز بتاعتهم، وهو عنده مثلا الحصة الأولى ساينس ان روم كذا، هتلاقيه مثلا الطلبه بتوع الساينس دول جايين من 4-5 فصول مختلفين بس عندهم نفس حصه الساينس، جدولهم الساينس واحد، وهكذا. الهاي سكول الطالب بيتنقل هو والمدرسه هي اللي فصلها ثابت والماده بتاعتها ثابته. وفي الهاي سكول ما فيش حاجه اسمها يعني في هوم روم طبعا، بس الهوم روم بتدرس ماده واحده بس. الهاي سكول تيتشرز بيختاروا ماده واحده بس and they're focused on it and they're specialized in it. مدرس الساينس غير مدرس الماث غير مدرس الهيستوري طبعا غير مدرس اللانجوج، وهكذا. فده اختلاف برضو ما بين الالمنتري وما بين الهاي سكول. ده in general اللي انا كاتباه. let's see grade 1 to 6. ده المين differences والاكسبلانيشن ان جنرال ازاي التعليم هنا ماشي وبيدرسوا ايه الطلبه ومواد ايه. لو عايزين specifics عن اي ماده تحديدا في اي عام تحديدا اسالوني، بس انا الاكسبيرينس بتاعتي كلها في الالمنتري. انا مسموح لي ادرس هاي سكول لان انا عندي بسايدز البكالوريوس الاديوكيشن بتاعي اللي انا عملته هنا، انا عندي بكالوريوس الاجريكلتشرال ساينس من مصر زي ما قلت لكم، فبيعتبروني ساينس سبيشالست، فانا ممكن ادرس في الهاي سكول. فانا بعمل سبستيتيوتنج في الهاي سكول، بس بصراحه انا ما ارتحتش في الهاي سكول. يمكن عشان انا اولادي مثلا في السن دوت، شويه الطلبه في السن ده صعبين وما شاء الله ضخمين بقى طوال خالص كده وصوتهم تخين، والبنات طوال كده ومهتمين بنفسهم وهم تينيجرز، وانا تقدروا تقولوا I'm navigating التينيج years في حياتي الخاصه لسه، فما عنديش اكسبيرينس كفايه. ما برتاحش قوي لما بروح الهاي سكولز، فانا الفوكس بتاعي في الالمنتري حاليا. بس حبيت اعمل الفيديو دوت زي ما عملت بتاع الايرلي تشايلدهود اديوكيشن في الداي كيرز، ان انا اعمل ان جنرال الاديوكيشن هنا شكله ايه والسنين شكلها ايه والطلبه بيدرسوا ايه اكزاكتلي. لو في سبيسيفيكس عايزيني ادخل فيها بليز اكتبوا لي الكويشنز بتاعتكم، وان شاء الله لو عرفت ارد دايركت في 2-3 هرد، لو ما عرفتش هضيفها على الجدول بتاع مش الجدول بسم الله الفيديو بتاع Q&A اللي انا بدات يعني اشيل له اسئلته على الجنب. سوري عماله بتلجلج مش عارفه لساني تقل ليه فجاه يعني. مرة تانية بشكركم جدا جدا على متابعتكم ليا. شرفني جدا جدا التعرف عليكم. هبتدي اريكوجنايز الاسامي ان شاء الله واخد بالي مين سألني مرة ومين سألني مرة تانية يعني. بس كده ده فيديو النهاردة، واشوفكم على غير في الفيديو جاي. باي باي.